تخيل معايا انك بتشتغل على حاجه شهور، بتتعب وتسهر وتحاول، وفي الاخر تنجح. بس في اول لحظه نجاح هتحس بسعاده جامده كانك في كلمه العالم. بس الغريب بقى انك بعد ايام قليله بس بتبدا تحس انك طبيعي جدا، والسعاده دي بتختفي. نفس الفكره بتحصل بعد الحزن. لما تتوجع جدا او تخسر حاجه مهمه، في الاول بتحس انك مش قادر تكمل، لكن بعد فتره بتلاقي نفسك بدات ترجع طبيعي. السؤال هنا بقى، ايه اللي بيحصل جوه دماغك؟ العلم بيقول ان عندك نظام في المخ اسمه نظام الالتزام. النظام ده وظيفته ببساطه انه يرجعك دايما لحالتك الطبيعيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مهما حصل مش هيقوم. لو فرحت بزياده او زعلت بزياده، مخك بيحاول يرجعك لنقطه الوسط اللي انت اصلا كنت فيها. زي ما يكون عندك ميزان داخلي، لو الميزان ده مال ناحيه السعاده هيحاول يرجع تاني، ولو مال ناحيه الحزن برضه هيحاول يرجع تاني. وده بيتم عن طريق كيمياء المخ، زي هرمونات السعاده او هرمونات التوتر اللي بتزيد او تقل حسب حالتك، وبعد شويه ترجع تتظبط تاني. عشان كده الفرحه الكبيره مش بتدوم بنفس القوه اللي انت متخيلها، والحزن الشديد كمان بيهدى مع الوقت. وده مش ضعف، ده نظام حماية. لكن في نقطه مهمه جدا، في ناس بتفتكر ان ده معناه ان كل حاجه مؤقته، وبالتالي مفيش داعي ان افرح بزياده او ازعل بزياده. بس الحقيقه الهدف مش انك تمنع الاحساس، الهدف انك تعيشه. يعني لما تنجح افرح بجد، بس اعرف ان الشعور هيتغير. ولما تتوجع اسمح لنفسك تحزن، بس اعرف انك هتعدي، لانك لسه انت بتتغير وبتتعافى وبتتوازن في النهايه. العقل مش بيحاول يسرق منك احساسك، هو بس بيحاول يرجعك لطبيعتك.